الرجعية بتحاربنا والاستعمار بيحاربنا، ما سابوناش ابدا. دفعوا فلوس علشان يموتونا، ودفعوا فلوس عشان يعملوا انقلابات، ودفعوا فلوس للاخوان المسلمين، ودفعوا وبعتوا اسلحة الاخوان المسلمين زي ما قريتوا في القضية، واشتروا الاخوان المسلمين. ما فيش فايدة، كل ده ما فيش فايدة. ولم يحدث ابدا ان احنا تركناهم يمنعونا عن العمل. بيطلع واحد مربي دقنه ويقول لك الاشتراكية كفر. اللي بيقول هذا الكلام يقول لك الاشتراكية ضد الدين، هو اللي بياخد ثروة البلد كلها لنفسه. فطبعا عايز اطبق الاشتراكية هيجيب فلوس يوزعها على الناس. طب هو عبيط هيجيب فلوس يوزعها على الناس؟ ده هو بيعتقد ان هو من عيلة مميزة، عيلة الاسياد، وبقية الناس عبيد. هل ده هو الاسلام؟ هل الاسلام قال ان تكون فيه عيلة تسود والشعب كله عبيد؟ هل الاسلام يقول ان تطلع عيلة في بلد وتحكم حكم اقطاعي وتسف كل الفلوس اللي طالعه كلها بتروح للعيلة؟ الحقيقة ابو دقن ده اما بيطلع بيتكلم هذا الكلام هو عايز يستغفل الناس، وعايز يضحك على الناس، عايز الناس يقولوا له انت امير المؤمنين ونسلم لك بانك تربي دقنك وتسف فلوسنا، لان الاسلام بيقول كده. الدين هو المساواة. الدين مش ابدا ناخد اموال المسلمين لواحد وعيلة وعدد من المنتفعين. اللي عايز يطبق الدين ما يقسمش الشعب الى عيلة وشعب، عيلة من الاسياد وشعب من العبيد. ده الكفر، ده كفر الرجعية. الرجعية اللي بتحاول انها تستغل الدين علشان تستغل اموال الناس وتأكل اموال الناس بالسحت.